في موضوع شفته طالع ترند، طالع لي بالفور يو بيج، كمان انتو كتير منشنتوني عليه. هو لواحد عنده داون سيندروم اتزوج وحده وبالعرس تاعهم مصورين العرس ونازل فيديوهات على تيك توك، البنت متضايقة قاعدة بتبكي، مكتئبة البنت كتير، فكل الناس تعاطفوا مع البنت لأنه حرام يصير إشي زي هيك، حرام أي بنت تنغصب على زواج. وأنا عم بشوف يعني في حالات هيك كتير، مو بس هاي، ذكرتني حتى هاي القصة بقصة تانية. بس أول شي خلينا نشوف هاي القصة. عريس من أصحاب متلازمة داون واقف لابس بدلة فرح وضحكته بريئة، وجنبه عروسته اللي الكاميرا جابتها وهي بتعيط. دموع حقيقية حيرت الناس كلها، ناس قالت دموع فرحة وناس قالت دموع ندم، والمشهد بقى ترند والناس اتقسمت نصين. في اللي شاف إن الجواز ده باطل عشان لازم العريس يبقى بكامل قواه العقلية. صح كمان هاي الشغلة، إذا البنت مو راضية 100% إنها تتزوج هذا الشخص، تعرفوا إنه الزواج يعتبر هذا حرام، لأنه من شروط الزواج إنه البنت تكون راضية، أبوها لازم يكون راضي بس هي كمان المفروض تكون راضية 100%. وفي ناس من جهلهم بيفكروا إنه أنا لما أجيب بنت هذا معناه إنه أنا بختار مين هي تتزوج، وبصير يغصبها غصب عنك، بدك تتزوجي مثلا ابن صاحبي لأنه مثلا معه فلوس، أنا بدي إياك تتزوجي غصب، وبغصبها وبدك تاخديه لأنه أنا زمان لما أنت انولدتي وعدت صاحبي وحلفت له يمين إنه بنتي رح تاخد ابنك. برو مش هيك الموضوع، لازم البنت تكون موافقة 100%. يعني انت اذا بتعمل هيك ببنتك انت قليل دين، انت مش فاهم بالدين. وبس البنت مثلا ترفض او هذا، انت عم تغضبيني، وبصير يحكي احاديث وايات الوالدين اهم اشي، ولازم يكون تسمع كلام ابوكي بكل اشي. طب انت كمان امشي على الدين وخذ رأي بنتك، لو بنتك ما بدها تتزوج هاد لا تزوجها. ولازم يكون فاهم يعني ايه جواز ومسؤولية وحياة. وقالوا الناس بقت تعمل اي حاجة عشان الفلوس، وقاموا هجوم على المأذون وعلى اهل العريس والعروسة، وقالوا ازاي اتكتب الكتاب وازاي الطب وافق على حاجة زي دي. بس في ناس تانية شافت ان الحب ملوش حدود. بعدين صح كمان شغلة الطب، انا بعرف انه بيصير فحص قبل ما اثنين يتزوجوا عشان يتأكدوا انه هل الاولاد رح يجوا تمام، فاكيد بعد الفحص تأكدوا وعرفوا انه الاولاد رح ينظلموا. يعني ليش تعملوا هيك؟ ليش هيك غصب؟ حتى لو الاولاد اللي حييجوا حيتعذبوا. وان من حق اي بني ادم يعيش حلمه حتى لو عنده متلازمة داون، طالما هو مبسوط وطالما في اهله حواليه بيطبطبوا عليه. في خبراء قالوا ان لازم الطرفين يكونوا مدركين للي بيحصل، ولو مش كده الجواز ممكن يكون باطل. يعني اللي حصل ده هيبقى تحت نظر التحقيق، وهنشوف الجهات المعنية هتعمل ايه. اما ابراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين علق على الفيديو وقال ان الجواز ده مباح شرعا وصحيح قانونا، وكمان المذاهب الاربعه بتجوزه، وطالما العروسه وقعت والولي وافق يبقى الجواز صحيح. هو شرعا تقدري انت مثلا تتزوجي واحد عنده متلازمة الداون، بس كمان لازم البنت تكون موافقة. يعني لو هي قررت انه بدها تتزوج واحد عنده متلازمة الداون لانه بتحبه، تروح تتزوجه. والبنت حكت اشي زي هيك، عملوا مقابلة مع البنت والبنت طلعت تحكي كيف انه لا يا اخي انا بحبه، حموت نفسي لو ما تزوجته. هو عادي كان بيكلمني زي حد واعي، ولا قاعدة زي ما بتفكركم. يعني هو الراجل طبيعي خالص، طبيعي خالص، ما في عندوش اي مشكله خالص. مفيش الكلام ده. اه اه عادي بيكلمني برضه بالنسية، كل حاجة عادي. انت بتقول ان انا يعني هو كان حنين عليا في فتره الخطوبه جدا. ويعني كنت مبسوطه معاه. اكيد طبعا. امم يعني الناس كلها بتقول ان انت كنت زعلانه. لا كنت زعلانة من سبب انا رحت الكوافيرة الساعة 7، رحتي الكوافيره الساعه 3. وطلعت الساعة 10. كنت عايزة اتصور في الاستوديو. ما هنا المحل قافل، زعلت وما لقيتش زفة برضه. ده زعلت. بس محمد انا بحبه تمام، وانا برضه لو ما خدتوش هموت نفسي. بمعنى كلامها انه هي البنت قاعده كانت بتبكي وزعلانه بالعرس لانه الاستوديو كان مسكر وما تصورت. اوه اكيد البنات هيك، بتعرفوا انتم كيف يعني بيصيروا يبكوا بنص العرس بسبب هاي الشغله، بينسوا العرس اللي صاير وبصيروا يبكوا بسبب هاي الشغله. يا اخي ممكن هي كتير عاطفيه، ممكن كلامها صح، بس
الناس ما عم تحكي هيك بالتعليقات يا عمري، واضح الحقيقة. أهل البنت لازم يتحاسبوا. أتوقع أهل المعرس ماسكين على أهل العروس شيء أو بينهم ثار. بالنسبة لي أنا ما بقتنع إنه مثلا بنت تزعل بنص عرسها بسبب هيك إشي، بسبب إنه والله الاستوديو ما تصورت تقعد تبكي وتضلها منكدة طول العرس. كمان في أشياء تانية يعني بهاي المقابلة، هي مقابلة جدا طويلة. بالمقابلة هاي ما خلوا العريس يحكي إلا شوي، لأنه إذا بالعرس ما عرف يمسك حاله وعصب وصار يعمل حركات غريبة لأخته ولا لأمه، كيف بالمقابلة؟ وطبعا مش مقعدينهم جنب بعض بالمقابلة، ففي ناس كمان صارت تحكي إنه هو دائما بيضربها وعشان هيك مقعدين بينهم شخص، إنه عشان ما بنص المقابلة يضربها ويرجعوا يعيدوا التصوير. وليش أنا عم بحكي هيك على العريس إنه بالمقابلة ممكن ما يمسك حاله يضربها يعمل إشي؟ لأنه بالعرس هيك عمل. تفرجوا بالعرس وهو قاعد، ما بعرف مين قاعد بيسلم عليها للعروسة، شوفي شو سوى. شو هذا؟ انت بنص العرس تعمل هيك اشي وقاعدين بيحكوا عنه بالمقابل انه لا 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 ولا اي مشكله عادي هو تمام 100%. يا اخي انا ما عندي اشي ضد تعون الداون، يعني ما تفكروا انه لا تعون الداون المفروض ما يتزوجوا، بس واحد بهيك تصرفات يعني انت لا المفروض ما تتزوج اي بنت، يعني على الاقل تتزوج بنت زيك عشان انتوا الاثنين تفهموا على بعض. وبيحكوا كمان بالمقابله انه البنت اخذته عن حب. بالنسبه لي انا ما اتوقع اخذته عن حب، قاعدين بيحكوا هيك عشان يرجعوا الموضوع انه لا على فكره كمان البنت بتحبه كانت. والموضوع هذا ذكرني بموضوع قديم، ممكن انتوا تتذكروا هذا، انا عملت عليه رده فعل زمان لعروس وعريس اجى عندها على الصالون والعروسه هيك صارت تبكي ولا منكده كانت هيك بتطلع بالعريس بطريقة انه انا قرفانة منك، شو بدك مني بالضبط. وبعدين طلعوا العريس والعروس وطلعت العروس تحكي كيف انه لا انا بدي اياه، بس واضح عليها كان 100% انه مغصوبة. انت مغصوبة يعني؟ انت مغصوبة؟ كلمك ولا انت مغصوبة على احنا لازم ترد على الكلام اللي ما بيتقالش. لا اسعد واحدة. طب انت مالك طيب؟ بتحب محمد ولا لا؟ تحب محمد ولا لا؟ يا بنت ما تتقيمش وتكلمي. بصوا احنا قاعدين معاكم انتوا قولوا اللي انتوا عايزينه. قولوا ردي على الناس محمد قول يا محمد اللي انتوا عايزينه. محمد اسألها يا محمد. يا اخي الموضوع ما بضحك ابدا، والله ما بضحك، بس بضحك على اللي ورا اللي قاعدين بيهددوا. واضح انه تقريبا بيهددوا قدام الكاميرا، يلا قولي يا بنت انت بنغصبه ولا ايه؟ واضح انه قاعدين يعني بتصرخوا عليها، خلوها للبنت هي تحكي اللي براسها. وقتها كمان هاي البنت الناس عملوا عليها قصة كبيرة وطلعت فيديوهات ترند. ما بعرف ليش هيك بصير يا اخي، ليه لهلا احنا هيك بصير؟ احنا 2025 يا اخي، المفروض الناس تفهم انه اوكي بالدين لازم البنت تكون موافقة، يعني ما بيقدروا حتى تحكوا دين وما دين، هذا مو دين، هذا جهل من الاخر، هذا جهل. لما واحد يغصب بنته على الزواج حدا، انت جاهل، انت مو فاهم بالدين، ولا تتحجج لي بالدين ورضا الوالدين، وعم تظلم بنتك. بتفكر انت اللي بتتحكم بمستقبلها، انه انا اللي بختار شو بدك انت تسوي. اذا انت جبت حدا على الحياة، جبت بني ادم، هذا مو معناه انك انت بتتحكم فيه، انت اللي بتعمل شو ما بدك فيه. استغفر الله، يعني انت مو اله، فخليها هي اللي تاخذ قراراتها، يعني بالذات بهاي الشغله زواج، لانه هي اللي حتعيش مع هذا البني ادم لسنين قدام طول حياتها، مو انت. لازم جد الناس تستوعب انه ما بصير هيك نعمل. احنا هلا مش بزمن اللي الجاهليه اللي ما كنا فاهمين الدين والاشياء الحياه، ويلا انا بدي اتحكم بكل النساء. لا هلا خلاص، هلا احنا في تطور وكل شخص عنده رأيه. وبس والله احكوا لي انتم رأيكم بالتعليقات. انا ما عندي اشي ضد الداون، ما تفكروا هيك، يعني حتى ورجيتكم مثال واحد ما عنده داون ولا اشي يتزوج واحدة هيك غصب كمان. فمو على قصة الداون وما داون، قصة انه خلوا البنت هي تختار شريك حياتها. احكوا لي انتم رأيكم ونشوفكم على خير، فأمان الله.